مساء الخير، كيفكم؟ حسب طلب الأغلبية منكم فرح أعمل فوتوتشيني ودجاج مشوي. أول حاجة رح أتبل صدور الدجاج بزبادي وتوم وزيت زيتون وتايم فريش. هنا حطيت الزبادي وزيت الزيتون، ححط دحين التوم وحطيت التايم فريش، رح أحط كمان ملح وفلفل أسود. خلاص زودت الثوم والملح والفلفل الأسود، دحين بخلطهم مع بعض وأتبل بيها صدور الدجاج. بعد كده صبيت التتبيلة على صدور الدجاج، دحين رح أتركها على جنب وحشتغل على المكرونة. المكرونة نحتاج طبعا باكيت فوتوتشيني، وعشان أعمل صوص الفريدو رح أحتاج لي كريمة طبخ، نحتاج زبدة وملح وفلفل أسود وبارميزان وفص ثوم، هذا عشان صوص الفريدو. أنا هنا مجهزة موية مغلية من قبل، دحين راح أحط لها المكرونة وأضيف لها بس ملح ونبدأ نحضر صوص الفريدو. هنا في مقلاة سخنت زبدة، راح أضيف لها الثوم المفروم، فص واحد ثوم فريش. هو المفروض في هذا الوقت نضيف مشروم فريش، ومرة يطلع لذيذ مع الفوتوتشيني، بس أنا ما عندي للأسف. في هذا الوقت لو حتضيفه دحين تضيفوا المشروم، لكن هو في بديل مرة ظريف، بس أعتقد إنه ما عندي برضو. إننا نضيف شوربة فطر اللي هي أظرف. في ده الوقت حزود الكريمة وعليها بعدين جبنة البارميزان المبشورة. دحين راح أزود البارميزان المبشورة، حخليهم يغلوا مع بعض، وراح أضيف كمان ملح وفلفل أسود مجروش. هفضل أحركهم لحد ما يغلوا زي كده. شوفين قوامه بدأ يتقل كده، صار صوص الفريدو. دحين أصفي المكرونة وأضيف. بعد كده هضيف المكرونة، خلاص صفيتها. زودت على تتبيلة الدجاج ليمونة صغيرة ببشرها. هنا في مقلاة تانية راح أسخنها وأشوي صدور الدجاج. هخليها 5 دقايق على كل وجه. زاد معايا شوية بشر ليمون، قمت حطيته على الفوتوتشيني، مرة أعطاله نكهة طيبة، يعني إضافة. بعد كده انقلهم صحن عشان يرتاحوا، تنزل كده منهم عصارة حلوة عبال ما أجهز الطبق. شايفين كيف الدجاج من جوا مستوي وطري ومن برا محمر. وفي الأخير نعطيها رشة بارميزان على الوجه، وكده نكون خلصنا. وصفة سهلة وسريعة.